بيبدأ فيلمنا مع كاتي ومايك وهم داخلين قاعة كبيرة عبارة عن لون واحد وهو اللون الأبيض، وبيبقوا متحمسين جدا ومبسوطين وبيشوفوا قدامهم زرار البداية وبيشجعوا بعض علشان يضغطوا عليه، وبعدها بيسمعوا الصوت المتحدث الآلي وهو بيشرح لهم القواعد وبيقول لهم إنهم هيفضلوا في المكان ده لمدة 50 يوم، ولو ده حصل هما الاتنين هيكسبوا 5 مليون دولار، لكن لو قرر حد منهم الخروج مش هيكسب، أما الشخص اللي هيفضل هيكسب مليون دولار بس. وبيفرح مايك وكاتي وبيضغطوا مع بعض على زرار التشغيل وبيتقفل الباب وبيبدأ العد التنازلي في الساعة الرقمية اللي موجودة في القاعة، وبيتفقوا الاتنين ان الفلوس هتتقسم بينهم بالتساوي ويعتبروا وجودهم في المكان ده فرصة جديدة لعلاقتهم مع بعض. وبعدها بتسأل كاتي مايك عن اللي هيعمله بفلوسه، فبيقول لها انه مش هيعمل حاجة غير ان هو هيقلل من الفلوس، فبتطلب منه كاتي انه يتكلم بجد شوية، فبيقول لها انه هيحضر كل يوم حفلة وهيدخن سيجارة مع إيلون ماسك وهيبني مدرسة للقرويين الفقراء اللي في افريقيا وهيدعمهم كلهم، وبيبقى بيتكلم بشكل هستيري وهو مبسوط ومتخيل ان 5 مليون دولار في ايده. فبتقول له كاتي انها تستثمر فلوسها، ويبان ان شخصيه مايك عكس كاتي تماما، وده لان مايك شخص مرح وفيضاوي وده بيظهر في حبه للفن والشوارع والرسم على الجدران، لكن عكس كاتي اللي بتكون شخص روتيني ومنظم ومسؤول. وبيتفرجوا هما الاتنين على باقي القاعه وبيلاقوا الحمام وبيدخلوا علشان يشوفوه، لكن المتحدث الصوتي بيقول لهم انه مش مسموح دخول الحمام غير لشخص واحد بس. وبعدها بيناموا على السرير وبيكون مايك زهقان، وده علشان مفيش اي وسيله للترفيه، وبيشوف شاشه لمسه على جدران القاعه بيلاقي فيها كل التعليمات اللي تخص التحدي، وبيلاقي قائمه الاكل فبيطلب العشاء، لكن بينزل في هيئه علبه لونها ابيض وجواها لبن مخلوط بروتين بيبقى ملوش اي طعم، وبرضه بيكون لونه ابيض. فبيتضايق مايك لانه بيخمن الفطار هيكون احسن من كده، وبتظبط كاتي المنبه بتاع الشاشه على الساعه 7 وبتسال مايك لو الميعاد ده هيكون مناسب ليه، فبيقول لها تظبط المنبه براحتها وده لانه في اجازه وهيصحى وينام زي ما يحب. وبعدها بيتغير لون القاعه في الوقت اللي بيقول فيه المتحدث الصوتي ان جه وقت النوم، وبيناموا هما الاثنين على السرير. وكان بيحاول يدخل مايك في علاقه مع كيتي لكنها بتكون خايفه من شخص اسمه البروفيسور، وده اللي بيبقى مسؤول عن اللعبه كلها، وبتخمن انها ممكن يكون بيراقبهم. وتاني يوم بتصحى كاتي في ميعادها وتدخل الحمام علشان تستحمى، وبعدها بتحط الغسيل بتاعها في مجرى الغسيل جوه الحيطه وبتاخد لبس مختلف، ودي الحاجه الوحيده اللي بتكون ملونه. وبعدها بتبص في المرايه وهي بتتكلم مع نفسها وبتقول ان اليوم ده يومها وهيبقى مليان بالحيويه والنشاط، وبتفضل تكرر نفس الجمله كنوع من التحفيز الذاتي. وبعدها بتخرج كيتي من الحمام وبتبدا تمرين اليوجا والاسترخاء، وده لانها بتحاول تعمل روتين يومي معين علشان تحافظ على صحتها النفسيه. في الوقت ده بيبقى مايك زهقان جدا وما بيعملش اي حاجه غير انه بيراقب الشاشه الرقميه الخاصه بالوقت، وبعدها بيفضل يتكلم عن اللون الابيض وانه بيعتبره لون معدوم وما بيعبرش عن اي حاجه، وان الغرفه اللي هم فيها اسمها غرفه التطهير لكنها في الحقيقه غرفه اللاشيء. فبتحاول كيتي تقنعه انه يبطل يبص في الوقت او الحيطه ويحاول ما يسرحش بافكاره على قد ما يقدر. وبعد شويه بيطلب مايك الاكل وبيطلع ان وجبه الفطار والغداء هم نفس وجبه العشاء، وبتعدي الايام وبيلعب مايك وكاتي مع بعض زي انهم يسقفوا في نفس الوقت او يمارسوا التمارين الرياضيه او حتى يغنوا. ولحد اليوم ال 23 بيكون كاتي ومايك عملوا كل حاجه تقريبا، لكن كاتي بتفضل محافظه على روتينها اليومي. في الوقت ده بيبدا في مارك انه ينهار وفجاه بيشوف قدامه حشره صغيره على الارض، فبيقرر انه يربيها ويحط لها من اللبن اللي معاه، لكن المتحدث الصوتي بيقول له انه غير مسموح بالطعام لغير المتنافسين. فبيقرر مايك انه يخرجها لبره القاعه علشان تقدر تعيش، لكن كاتي بتعرفه انه لو ضغط على الزرار هيبقى خرج من اللعبه، لكن مايك بيكون مصمم وهو شال الحشره كانها بنته الصغيره، وبيتضايق من كاتي وبيقول لها انها شخص قاسي واناني، وبيقول لها كده لانها مش نباتيه زيه، وبيقول لها انه على الاقل ما بيقتلش الحيوانات علشان ياكلها. فبتعرفه انه هو ده غذاء الانسان الاصلي، وبتساله على عدد المرات اللي تعب فيها بسبب كونه نباتي، وبتكمل وبتقول له ان السبب الحقيقي هو علشان يستفز والده الثري اللي عمره ما حرمه من اي حاجه، وعلشان كده هو بيحاول يحرم نفسه من اي حاجه لانه مفتقد معنى الالم الحقيقي. وبتمشي وبتسيبه، لكن غصب عنها بتدوس على الحشره وبتقتلها، وبتعتذر لمايك اللي ما بيصدقش انها مش قصده وبيسيبها ويمشي. وبعد شويه بيقرا مايك في الشاشه بتاعت التعليمات انه ممكن ياخد جوائز مقابل جزء من الفلوس، فبيختار اول جايزه واللي بتكون عباره عن قلم اخضر الوان و100,000 دولار من فلوسه. فبتضايق كاتي جدا وبتقول له انهم من نصيبه، وبيفضل مايك يرسم على الحيطه وهو مستمتع، وبتطلب منه كاتي انه يرسمها. فبيبدا مايك في رسمها لكن بالطريقه اللي هو شايفها بيها، لكن كاتي بتطلب منه صوره عاديه. فبيقول لها مايك انها ممكن تبص على نفسها في المرايه بدل ما تترسم رسمه عاديه، وان الرسم لغه تعبير مختلفه، وان مفيش اي متعه في انها تكون نسخه من الواقع. فبتقول له كاتي انه بيقول كده علشان هو اصلا ما بيعرفش يرسم، وبتقوم وبتسيبه، وبيكمل مايك رسم لحد ما القلم يخلص. وبعد شويه
شويه بتقرر كاتي انها تعتذر له وبتقول له انها مضغوطه وان الوضع اصعب مما كانت متخيلاه، وبيسامحها مايك وبيناموا في حضن بعض. وبعد شويه بتقوم كاتي علشان تدخل الحمام، وفجاه بتلاقي مسدس على الحوض، فبتنادي بسرعه على مايك وبيتصدم، ما بيرضاش يقرب منه، ما بيعرفوش اذا كان فيه رصاص ولا لا، وبيقرروا انهم يتخلصوا منه، فبيحاولوا انهم يحطوه في مجرى الغسيل. لكن المتحدث الصوتي بيقول لهم انه ممنوع وضع اي شيء في مجرى الغسيل غير الغسيل، فبيقرروا انهم يخبوه تحت السرير، وبيحسوا ان ممكن البروفيسير هو اللي بيلعب بيهم. وبتسال كاتي عن سبب كل اللي بيحصل وليه ممكن حد يفكر في تحدي زي ده، فبيقول لها مايك ان البروفيسير بيعمل افلام وانه مهووس بالحالات الانسانيه في ظروف مختلفه، وانه في اخر فيلم ليه قرر انه يجيب بنت عاديه ويخليها موديل عالميه وبتبقى كسبت فلوس بشكل جنوني، ولكن في النهايه بيخلي التحول ده مفاجئ في حياه البنت واسرتها لتدميرها تماما، وبتموت الاسره كلها. فبتتخض كاتي جدا ولاول مره بتحس بالخوف. وبعد شويه بيقول المتحدث الرسمي ان معاه اتصال، وبيظهر الفيديو لاخت مايك بعد ما بتعرف ان مايك حكى لاخته عنها. وبعدها بيجي اتصال تاني واللي بيكون لكاتي، لكنها بتنهار وبتقول انها ما عندهاش حد وانها مش عايزه تشوف حاجه. لكن بيظهر قدامها راجل عجوز وبيتكلم معاها وبيفكرها بذكرياتهم زمان مع بعض، وبتفضل كاتي تصرخ وهي بتتألم وبتحاول تقفل الجهاز لكن ما بيكونش فيه فايده، وبتقعد جنب الحيطه لوحدها وبتعيط، وبيظهر انها افتكرت ذكريات وحشه، فبيحاول مايك يخفف عنها. وفي تاني يوم ما بتقدرش كاتي تصحى من النوم وبتكون مكتئبه جدا، وبتحكي لمايك عن الراجل اللي ظهر في الفيديو، وبتقول له ان ده والدها اللي كان بياخد منها مصاريف البيت والمدرسه علشان يشرب بيها، وبتقول له انها لما شافته افتكرت ذكريات عذابها واساءته ليهم، وانه دلوقتي في دار المتشردين، وانها عارفه ان ما ينفعش تسيبه لكن برضه مش قادره تسامحه. فبيحاول مايك يخفف عنها وبيقول لها تطلب الجايزه بتاعتها، لكن كاتي مش بتوافق وبتقول له انها هتقوم وتبقى كويسه. وبعد شويه بتقوم كاتي من على السرير وبتطلب من مايك انه يطلب الجايزه الثانيه بتاعته، وبتدخل الحمام. وفعلا بيطلب مايك الجايزه الثانيه واللي بتبقى مقابل $250,000 من نصيبه. وفجاه بتدخل بنت جميله لكنها ما بتكونش لابسه حاجه خالص، وبتخرج كاتي وقتها من الحمام وبتتخض اول ما بتشوفها. فبيحاول مايك يبرر لها وبيقول لها انه ما كانش قاصد يجيبها وانه ما كانش يعرف ان جايزته الثانيه هتكون بنت. فبتطلب منه كاتي انه يقلع التيشيرت بتاعه ويديهولها، وبعدها بيسالوها عن اللي جابها هنا، فبتقول لهم انها ممثله وانهم طلبوا منها انها تدخل من غير هدوم خالص مقابل فلوس كتير. وبيظهر انها ما تعرفش عنهم اي حاجه ولا عن اللي هي بتعمله، وبيصدقها مايك عكس كاتي اللي ما بتكونش واثقه فيها وبتبقى غيرانه منها جدا، لحد ما بيجي ميعاد النوم وبتبان غيرة كاتي جدا وما بتكونش عايزه مايك يقرب منها. فبتقول لهم الممثله انها ممكن تنام على الارض، لكن كاتي بتقول لها انها ممكن تنام جنبها. وفي تاني يوم بتصحى كاتي ومش بتلاقي الممثله وبتفتكر انها مشيت، لكن بيظهر انها في الحمام. وبتفضل كاتي طول الوقت عايشه في توتر وضغط بسببها، فبتقرر اخيرا انها تطلب جايزتها الاولى واللي بتبقى عباره عن حبوب هلوسه، وبياخدوا 3 منها وبيفضلوا طول اليوم عايشين في خيالات وهلاوس. وبينام مايك من كتر التعب وبيحلم بطفل صغير بيغرق وما بيكونش قادر انه ينقذه، وبيقوم من النوم وهو بيصرخ وبينادي باسم شون. فبتجري عليه كاتي بسرعه علشان تهديه وبتفضل تقوله انها بتحبه وان موت شون مش ذنبه، لكن مايك بيبقى في حاله هستيريه وبيبقى عايز يخرج من المكان اللي هو فيه، لكن كاتي بتهديه وبتخليه ينام تاني. وبعدها بتقعد كاتي مع الممثله وبيتكلموا مع بعض، وبتحكي كاتي عن شون واللي بيكون اخو مايك، وان السبب حبوب الهلوسه اللي خدها اليوم اللي كان قاعد معاها فيه، ما قدرش ينقذه ومات غرقان. وبتتاثر الممثله جدا وبتفضل قاعده لوحدها، وبتنام كاتي جنب مايك اللي بيصحى بعد شويه وبيقعد مع الممثله اللي بتحاول تخفف عنه، وبتمسك ايده وبتنبهه اللي بيعملوه في نفسهم غلط، وان الفلوس اللي بياخدوها في الاخر مش هتشتري لهم الحب او تعوضهم عن الاذى اللي تعرضوا له. وفجاه بتقوم كاتي من النوم وبتحس بالغيره اول ما بتشوفهم ماسكين ايد بعض وبتتخانق معاهم، فبيتضايق مايك منها بسبب عدم ثقتها فيه وسيبها ويمشي. وتاني يوم بتصحى كاتي وبتلاقي ان الممثله اختفت خالص، وبتفرح جدا وبتحس وقتها بالراحه، وبتقوم من مكانها وفجاه بتلاقي جمله مكتوبه على الحيطه معناها ان مايك دخل مع الممثله في علاقه. فبتعصب كاتي جدا وبتقول له انه خاين، وبيحاول مايك انه يقول لها انه ما لمسهاش، لكن كاتي ما بتسمعهوش وبتفقد اعصابها وبتزقه جامد على الارض وبينزف مايك وبيقول لها انه محتاج دكتور، وبيكون بيتألم جدا، لكن كاتي بتقول له ان النزيف هيقف وبتحاول تهديه وهي بتضغط على الجرح اللي في راسه. فبيبص لها مايك بنظره كلها احتقار وبيقول لها انها مستعده تسيبه ينزف مقابل الفلوس، وانها شخص اناني وما بيفكرش غير في نفسه. وبيقول لها كمان انها بتشك فيه وفي وفائه، على الرغم انه فضل شهور مستنيها لما كانت مسافره، وانه خسر كل اصحابه علشان يفضل قاعد معاها وهي حاسه بالاكتئاب، لكنها بدل ما تقابل كل اللي عمله عطف وحب قابلته بالغيره والخناق. وبيقول لها انه هيمشي من المكان
الكلام ده وانه مش مهتم بالفلوس، وان الغرفه دي هي اللي حولتهم لوحوش. وفي اخر مشهد من الفيلم بنشوف لوحه مكتوبه عن دار مسنين بان تم انشاؤه من قبل متبرع غير معروف، واللي غالبا بتكون كاتي اللي اخدت الفلوس نشأت بيها الدار. وبكده يكون فيلمنا خلص يا صديقي. ما تنساش انك تشترك معانا عشان يوصلك كل الجديد. شوفك الفيديو الجاي، سلام.